السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمام صحة وحال وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو أول مرة تشوف القناة تفعلي حالا زر الجرس على الكل وتدوس سبسكرايب الاشتراك واللايك والتعليق يا أحلى وأرق فراولاية في حياتي. وحشتوني بصوت أسماء صاحبتي. عاملين ايه؟ يا مساء الجمال، صباح النور. صباح ايه؟ صباح النور. صباح النور عشان بيبقى فيه نور بالنهار. طب ممكن نقول بالليل مثلا مساء النور. طب صحيح مساء النور ليه بالليل؟ بجد يا جماعة مساء النور بالليل تقريبا ليه؟ عشان بننور النور تقريبا يعني. مش عارفة، هي حبيت أدخل عليكم بحكمة كده بس ما علينا. علينا مع النهاردة بقى. ما قلتوليش ايه سبب إيه يعني الحالة المزاجية الجميلة الحلوة اللي أنا فيها دي؟ أسباب كتير، يلا هغششكم. أول حاجة طبعا إيه، كان ليا هنا عندي فراولاية اقترحت عليا اقتراح وأنا هنفذه حالا. قالت لي على شوية اقتراحات كده في الريسبشن ان انا اعملها، وان شاء الله هنعملها مع بعض. وانا كليلى انبهرت والله العظيم. ليه بقى؟ اولا هو احنا النهارده ان شاء الله باذنك يا رب زي ما احنا شفنا في المقتطفات هيبقى ديكور يخص رمضان، يخص ديكوريشن اللي احنا بنعمله رمضان، يخص ايه تاني، برضو تعليقات جت المره اللي فاتت في الكومنتات لما قلت لكم تحبوا نعمل ايه كده مع بعض. لقيتكم كلكم مجمعين ان احنا نبدا في ديكورات رمضان بدري. ليه بقى؟ لان اولا منكم لو انا هعمل مشتريات هيشتري مشتريات تلحقوا تشوفوا إيه اللي موجود، إيه اللي مش موجود. طب الديكور ده مثلا يمشي مع كذا كده، فاهمه؟ ادي اول سبب. طيب، طب انا برضو بدات من انا سبب بقى يخصني انا كليلى، بدات من دلوقتي ليه؟ اتنين سبب في سبب، يعني سببين في اتنين في واحد. اول حاجه اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله، فضل ربنا عليا ان انا عندي ديكورات رمضان اللهم بارك كتير، ما بيكفينيش فيها شهر كامل اللي هو بتاع رمضان ان انا اقدم فيه. حلو ده، حلو ده. فكده كده محتاج ان انا اقدم لكم الافكار. طيب، السبب التاني ان انا اصلا كنت حابه ان انا بما اني بغير ديكور فخلاص يبقى احنا ندخله له ايه الحاجات بتاعت رمضان. وربما لو هي مش مشتريات، لو هي بقى الديكورات القديمه بتاعتي، الحاجات اللي عندي، والله ما يتقال عليها قديمه لان ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك. يعني انتوا هتشوفوا معايا الحاجه اللهم بارك كاني لسه شاريها، حفاظا عليها، طريقه التخزين، الكلام ده كله. فكده كده هوريكم الكلام ده. ايه, إيه تاني؟ بحيث لو انت حتى دي مش مشتريات، فاهمه؟ خلاص ايه انت مش مشتريات وكده، فانت إيه هتاخدي فكره. مثلا احنا النهارده بنعمل الوان فيها اسود، السائد بتاعها الاسود داخل فيها الجولد. لربما تقابلي مثلا تجيلك فكره انت تجيبي كوشن اسود فاديكي فكره طب ننسق بقيه الحاجات معاه ازاي، سواء عندك الحاجه دي من قبل كده او بتفكري تشتريها. عايزه اقول لكم ان رمضان، ديكورات رمضان فيها ثوابت. فيها ثوابت يعني ايه؟ يعني عموما في العموم معروف ان احنا اللي هو الخيامي، ال الأقمشة الخيامي، واللي هو معروف مش مشهور قوي اللي هو بتلاقيه أحمر في أزرق، صح كده؟ فده ما بيبطلش أصلا طول السنين. بيدخلوا بقى حاجات يعني جديدة. آخر حاجات شياكة بقى، قمر وكات كتان. دخلك لون البيج مع الألوان كلها. دخلك البيج مثلا مع البوستيج اللي هو الأخضر فاتح، دخلك البيج مع الازرق، دخلك البيج مع الاحمر، ودخلك شويه خيامي فيه وهو يكون كتان كامل، وانت ممكن تشتري قماش وتعملي. فرمضان اللهم بارك ما فيش حد فيه يعني نقدر مثلا نقول ايه ان انا مرتبطه ان انا اشتري او ان انا يبقى عندي حاجات، لا. الافكار فيه ما شاء الله كتير. من الثوابت يا بنات في الديكورات رمضان والوان رمضان، اللي طبعا الوان رمضان ايه ديكورات. طيب نبدا واحده واحده كده عشان بس الناس تبقى عارفه معانا، خصوصا الناس الجداد. طبعا تاخدوش في بالكم انا هرفع دلوقتي البلاك اوت دون فوق فوق وهنشتغل يعني نتعامل. النهارده ان انا قصدت ان انا اشتغل بالمقشه العاديه، لان ممكن يكون في حد ما عندناش، مش كل الناس عندها مكنسه، وفي ناس كتير بيبقى عندها مكنسه بس بتكسل ايه، بتكسل تستخدمها. في ناس بيستسهلوا المقشه، فانا قلت النهارده يبقى الروتين كده ايه بسيط ويوصل لاكبر عدد. بصوا بنات، طيب ديكورات رمضان عباره عن ايه؟ يعني انا دلوقتي معايا مثلا، انت مثلا محوشه مبلغ، فاهمه حاجه؟ فبتقولي اعمل ايه، ابدا منين؟ بصي، الثوابت عندك الكوشنات اللي هي بتبقى على الكنب. حلو ده، حلو ده. ده كده كده انت عامل ايه؟ بقيت حلو. بعض الكلمات لمن احب.
خلاص، يبقى اول حاجه الكوشنات. تاني حاجه اللي هي الاكسسوارز، اللي هي الفوانيس، الهلال، الانوار اللي هي الستاره مثلا اللي بيبي لايت والكلام ده. طيب الحاجات دي فيها انواع، يعني مثلا بالنسبه للاكسسوارز هتلاقي منهم خشبيات، اللي هو قبل يعني مش خشب طبعا، مش خشب زان يعني، خشب الخفيف ده. هتلاقي الستانلس. طيب بصوا، عايزه ان شاء الله باذنك يا رب، انا عشان هطلع كل ديكورات بس مش النهارده، كل ديكورات رمضان، علشان برضو الناس تستفيد وتفهم، ومن تجربتي خلال الكام سنه اللي عدت تجيبوا ايه وما تجيبوش ايه. خلاص كده تمام. فالثابت بقى تاني في الوان الكوشنات، الاقمشه. احنا قلنا خلاص البيجات في الخيامي تمام. طيب ثوابت على فكرة بقى هو جامد جامد يعني، وتحسيه شياكة، وتحسيه ديكور خليجي صرف اللي انا هعمله النهارده. على فكرة بصي، انا ما بعمل الديكور ده بحسه خليجي صرف صرف صرف، ما فيهاش هزار يعني. فبيدي شكل روعة روعة روعة، وما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك، تحفة تحفة تحفة. هو اللون الايه؟ اللون الاسود، وخصوصا لو داخل فيه الجولد. وطبعا معروف ان اللون الاسود اصلا سيد الالوان. يبقى احنا كده اتكلمنا على 3 الوان، ما تقلقيش لو جبتهم في اي سنه. تيجي مثلا تقولي مثلا ليلى طب ممكن اللون ده يبطل، موضه بتاعته ما بيبطلش، ده ثوابت. عايزه اقول لك بصي، اللي معايا من القناه بفضل الله خلال 5 سنين اللي عدوا، عايزه اقول لك ان الديكورات دي من 5 سنين وبتنزل تاني وتالت ورابع وبتبقى مميزه. خلاص دي اساس، لان هي في حاجات كده خاصه برمضان. بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن يعتبر جبت اكبر مجموعه لالوان رمضان. انا اشتغلت معاكم لو تفتكروا زمان زمان يعني، في سفره كنت عامله خيامي لون التركواز مع الاحمر، مش الازرق، التركواز. يا خبر ابيض على طعامته وجماله كان يجنن. لو تفتكروا في الاوائل خالص، في اوائل بدايتي على اليوتيوب كمان، دخلنا الكشمير يا جماعه، دخلنا الكشمير في الوان رمضان. مين فاكر السفرات كمان؟ السفرات كمان، شغل السفرات كمان تحفة تحفة تحفة. أنا بعشق، أنا أصلا يعني مش عارفة، هو رمضان عندي حاجات كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبلغنا رمضان يا رب، اللهم آمين. بخير وصحة ويتقبل منا، آمين يا رب العالمين. المهم، فخلاص كده دي ثوابت معاكي. ايه تاني بقى اللي بجد بقى ثابت واساسا ما استحاله يبطل؟ شفتي كلمه استحاله؟ وبيستخدموه الخليجيات بالاكتر، يعني تلاقيه مثلا في دول الخليج وفي تركيا، اللون الابيض مع الجولد. ان شاء الله ما ابقى اعمله معاكم هوريه لكم، اللون الابيض مع الجولد، وابيض مع جولد بس. وهنعمله مثلا لو انت مثلا معاكي الخشب بتاعك او الكنب بتاعك لونه فاتح زي اللي عندي هنا، اوف وايت كريمي، او التاني اسمه ايه نسيت كافيه. تمام، خلاص كده خلاص كده. طبعا كل قطعة أساس أنا بشيلها بكنس كويس تحتها جدا، لأن خلاص احنا بنرتب وترتيبة حلوة كده محترمة. هنا كده وأنا بنقل، طبعا متعملوش الحركة دي، تشيلوا الشاشة حطوها على جنب محترم، وبعد كده بنقلوا، اوعوا تعملوا زي ما أنا عملت هنا كده. فعلا كانت قطعة مني وسما لحقتني، بس خلاص فما تجازفوش باللي أنا بعمله يا جماعة. خلاص كده بس. بقول لك اي قطعه اساس بقى بشيلها، بكنس تحتها كويس، بمسح تحتها كويس وكده. كنتوا سالتوني على ترابيزه الشاشه دي، كانت من محل كريستال. محل كريستال هتلاقيه طبعا، انا بتكلم على محافظه بورسعيد، فبنتكلم على مطعم سرحان، اللي هو هتلاقيه كده ناحيه اسوان، بعد اسوان بشويه بعد شارع اسوان، مطعم سرحان، فهتلاقوا محل كريستال. ما تنسوش يا جماعه، طبعا معروف اي ريفيو او اي حاجه بتكلم عليها بتخص اي مكان تقولوا ان انتم من القناه عندي، عشان في حاجات ساعات بيعملوا هدايا، بيعملوا خصومات كده كلام من ده، خلاص تستفادوا يعني. بصوا بقى، هي فكره بقى الفراولايه اللي قالت لي بالظبط، انا عملت زي ما هي قالت لي، لو تحطي يا ليلى الشاشه تحت الشباك، وبعدين تجيبي الكنبه الكبيره هنا مكانها. بس ما اعرفش هي كانت، انا حته الكرسيين دول انا يعني اجتهاد من عندي، مش عارفه هي كانت تقصد كده فعلا في الكرسيين ولا لا. برضو مسكت كده جميع الزوايا بتاعت الريسبشن عندي تنظيف كامل. المساحة دي يا بنات اللي كان سألنا عليها، طبعا احنا بنتكلم على هايبر ماركت محمود الفار اللي هو في البازار،
مكانه. إيه، هي بصي عشان فيها القطعة اللي هي بخاخ دي اللي قدام، فهي حلاوتها فيه بقى لا تروحي تغسليها وترجعي، لا لا لا، انت اصلا بتبقى بعد ما تخلصي تنظيفك بتشيلي الموب اللي هي اللي تحت دي خالص، تغسليها القطعة القماش خلاص. بنتكلم بقى على القارورة، تحطي فيها شوية سائل، أي حاجة انت بتحبها يكون ريحته حلوة. وماشي الحال ايه، اي حاجة ريحتها حلوة بس ما تكونش بتجير، خدي بالك. وخلاص وشوية مية وبتعمليها كده. لو عندك الستانلس للرجلين الكنف فتاخدي بالك وانت بتستخدمي، يعني لو هتستخدمي زي ما انا بعمل، فاهمه حاجه، خدي بالك ما تجيبيش ميه وانت بتمسحي على الرجلين الستانلس بتاعه الكنب، عشان احنا عارفين الستانلس يعني مش ينفعش نحط ميه ونسيبه الا لما يكون متنشف، طبعا اصلا ما ينفعش نحط عليه ميه اصلا. تمام. ده بيديكي كفاءه للحاجه بتاعتك اللي بتستخدميها فتره كبيره شويه، وبتبقى قمر قوي. طبعا خلاص طلعت طبعا فوانيسنا، فوانيس لولي الجولد، الثلاثه دول لمعناهم وكده والدنيا تمام. وعلى فكره هلمع هنا كده معاكم هناك الترابيزه، بس لما اخلص بس هنا شلت بس كده البلاي ستيشن بتاع يوسف كده لان عامل لي زحمه، تبقى احطه له لما يبقى يحتاجه يبقى يطلعه خلاص ويشتغل يعني. بوريكم بقى هنا، بصوا احنا هنا بنتكلم على 2 طقمين اللي انا بوريكم حالا اللي هو رمضان كريم ده كتان، الوجه اسود وفيه جولد طباع، ده مش ده بنات، ده رهيب ما شاء الله لا قوه الا بالله. الخامه بتاعته اللهم بارك اللهم بارك، قطيفه على قطيفه كده شويه، والشغل اللي فيه جميل يعني تحسي كده ان انتي حاساه. تمام. في معايا هنا 1 2 معايا 2 كوشن مش كتان، هوريه لكم دلوقتي. خامة الجنس، تخيلوا، بس مش الجنس اللي هو القوي بتاع البناطيل، لا لا لا، الجنس الخامة الناعمة شوية، هادية شوية وناعمة شوية. عايزة اقول لكم ان الديكور ده يعني انا هوريكم دلوقتي ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك، كفاءته عندي بقالي من اول ما انا فتحت القناة تقريبا 4 سنين 5 سنين 5 سنين، صدقونا احنا داخلين على 6 سنين كمان بجد والله. يعني احنا قلنا بورتو 3 سنين، ياه ده احنا مع بعض يا بنات، لا ده من زمان قوي، ده احنا مع بعض بقالنا 6 سنين على فكرة، خلاص كده ان شاء الله 6 سنين. صدقوا هرجع كده وافتكر بالظبط، بس كده تقريبا ان شاء الله 6 سنين. كان من بداية القناة، فكنت بستخدمه ازاي. وطبعا في اطفال وحد يقول لي الحاجات دي هقول لك انا بستخدمه مثلا في رمضان وكده. لو فرضنا ان كوشن منهم اهو ده اللي بقولك عليه بقى اللي هو رمضان كريم برضو نفس الكلمة، بس الجولد بتاعه جلد، الجولد الرسمة بتاعته الجولد جلد، والرسمة بتاعت الاسود جنس. هقربه برضو مرة تانية. فانا بقولك بقى لو كوشن وكده فبتنضفيه في ساعتها قماشة فوطة بسرعة تحافظي عليه، ما تعنيش حاجتك سواء كوشنات او اي حاجة من غير ما تكون مغسولة، لان بصراحة لو هي اتنست فاهمة بقى، ما هو من السنة للسنة، من رمضان مثلا لرمضان او من فترة صيف او شتاء، تبقى فترة كبيرة، فاهمة حاجة، فالحاجة بتبوظ، الحاجة ريحتها بتغير، البقع ممكن في ساعتها تتشال، بعد كده لو قعدت فترة كبيرة ممكن ما تتشالش، فخسارة يعني. وبتنشفيها حلو وبتطبقيها تطبيقة حلوة، ترجعي بص تاخدي حاجتك انت لسه تفضل كده حافظة على الحاجة. وخصوصا الكلام ده يعني انا اصلا في طبعي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى النظام والترتيب والحفاظ على الحاجة، فما بالك بقى يعني ده لما نعمله بنات شايفين الاسعار عاملة ازاي، فاهمين، فكده يعني. حتى لو الظروف مثلا مش متاحة معاكي انك تشتري حاجة، والله بصي لو هتفرحي نفسك باتنين 2 كوشن وهاتي قماش، يعني ممكن تجيب مثلا، هديكي مثال، هنفترض مثلا انت اشتريتي مثلا 2 كوشن مرسومين عليهم يعني، وعايزة تكملي بقية الطقم، ممكن تشتري لك متر قماش او مترين تعملي 2 كوشن تانيين على نفس اللون، ممكن تعملي اسود، تجيبي اي حلية عندك كده. عارفين ساعات في تيشيرتات كده بيبقى فيها حاجات جولد بتلمع. وعلى فكرة مثلا لو نزلت عند شعبان، انا بتكلم طبعا من محافظة بورسعيد، شعبان بعد سينما مصر، لو نزلتي عنده ببعض الحاجات يا بنات اللي هي اكسسوارز زي الجنيهات، زي لو لقيتي رمضان ممكن تلاقي النجوم، تلاقيه هلال، تخيلي انه ممكن تعملي كوشن تيجي على طرف الاسود ده، يعني لو هنعمله ساده، افترض معاكم ان احنا هنعمله ساده خلاص، تيجي على الطرف بتاعه تحطي هلال
نجمة كده، عندك حروف تكتبي رمضان كريم. يعني بصي حاولي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري انك ما تخليش نفسك في حاجة، وبمعنى اصح فرحي نفسك، فاهمة؟ بس هنا كنت محتارة معاكم احط الاتنين كوشن على طرف الكنبة اللي هم جنب بعض، ولا يبقوا بعيد عن بعض. وفي الاخر وصلت ان انا واحدة كده واحدة كده. هنا بقى بالنسبة للكنب، على فكرة طبعا احنا عاملين روتين للكنب، بس عايزة اقول لكم ان انا هعمله تاني، لان انا يعني انا في حاجات فيه ضايقتني. يعني هي مش قوية، وممكن اي حد على فكرة ولا يشوفها ولا يحسها، بس انا اللي بتضايق يعني. فانا ان شاء الله هنعمل مع بعض تنظيف للكنب باذنك يا رب، باذنك يا رب، بس بالبخار. يعني بفكر كده، هشوف معاكم هجرب. عملت بالبخار، حابه ان انا احافظ على الكواليتي بتاع الكنب. السجاد بقى عايزه اوديه مغسله. انا طبعا هحط دلوقتي بديل السجاد وهفرجكم احنا هنعمل مع بعض. هنا كده كنت شلت الشاشه، نضفت كويس جدا، بس ما حبيتش اضيع وقتكم يعني. هبدا بقى احط حاجتي، وبصراحه في الوقت ده بنات ما كنتش عارفه ابدا بايه او كده. فكرت احط اللي هي الاباجوره الريش، نعم. الرجلين بتاعتها جولد وهي ريش نعام ابيض، فا اوكي تمام، ايه ماشي معايا. كلمه هوم بقى اللي هي بالخشب، عندي اللون الخشبي وعندي الابيض. هحط هنا على الطرف. هنا كنت محتاره وكنت باخد راي سما، احط الفانوس الجولد ولا فانوس ايكيا الابيض. قالت لا حطي الجولد. وفعلا لما بصوا انا بعمل ديكور يا بنات، برجع لورا، يعني ببعد عن الحاجه عشان اجيب زاويه اكبر، بحيث ان اشوف عيني مرتاحه ولا لا. بجد ال اسمها ايه مكان الكنب كده، ادى وسع ما شاء الله تبارك الله، لا قوه الا بالله، اللهم بارك. تحفه تحفه تحفه، ادى وسع فوق ما تتخيلوا. عارفين ليه؟ الكنبه الكبيره اللي ورا من عند الشباك اخده حيز كبير طبعا، لانها عريضه، مش هتبقى في نفس عرض الترابيزه بتاعت الشاشه. الترابيزه دي يا دوبك اللي هي حاجه بسيطه كده، يعني رفيعه جدا. عايزه اقول لكم ان انا وانا قاعده سبحان الله والله بتفكر كده، وقلت سبحان الله رجلين ترابيزه الشاشه زي رجلين الكنب بتاعي، وقدر ربنا سبحانه وتعالى ان تيجي حاجه قدريه من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان مفيش حاجه اسمها صدفه. كنت بفكر انا ورندا صديقتي، وكنت بعت لها كام صوره، قلت لها ايه رايك يا رندا نختار الالوان ايه كذا كذا كذا. قالت لي بس رجلين والله بجد كانت رجلين عاديه خشب كده، لونها ذهبي. فقلت له الراجل، سالته قلت له ممكن تغير لي الستانلس، تحطي لي ستانلس للرجلين. قال لي ماشي، وعملها وتمام وزي الفل. وكل ده وانا والله ولا اخده بالي ولا شايفه ولا مركزه خالص. فضل الله سبحانه وتعالى لما جيت بقى وفرشته كده، اخدت بالي ان سبحان الله نفس رسمه رجلين الكنب. سبحان الله ما شاء الله تبارك الله، لا قوه الا بالله، اللهم بارك اللهم بارك. اول ما انا حطيت بديل السجاد، الله اكبر ما شاء الله، اللهم بارك، الريسبشن اتنقل. بصوا بقى، انا عشان هشرح مش عايزه اسئله تحت بزعل، ركزوا في الفيديو عشان هنقول هنا شويه معلومات. بديل السجاد اللي هي السجاده، يعني بديل السجاد ده، دي بديل سجاد. الحواف بتاعتها جراي، اللون الاساسي بتاعها اسود، وفيها اللون اللي هو المصفر اللي هو الايه الجولد. حلو ده، حلو ده كده كده. بصي كنت جايباها منين يا ليلى؟ عشان عارفه هسأل السؤال ده. كنت جايباها من جروب على الفيسبوك، بس بصراحه الكلام ده من سنين، يعني دي عندي من 5 سنين، معرفش الجروب ده لسه شغال ولا لا. فلو هتاخدي الصوره وعجباكي ونزلي على الجروبات بتاعتك واسالي. حلو ده، حلو ده. هقول معلومات انتوا حرين هتتضربوا لو سالتوا في التعليقات، وانا اكون قايله في الفيديو. الفوانيس الكبيره دي كانت من لور مارشي. حلو ده، حلو ده. المفرش بتاع رمضان كريم ده، ركزوا بقى ركزوا، مفرش رمضان كريم ده كان من محل بورتو ديكور، بس ما عادوش شغالين على فكره. تصفى كان عند النورس، مول النورس. كانت هبه، اسمها ايه نسيت والله اسمها، بس هبه تقريبا. كان مول النورس بورتو ديكور. فكلمتهم قريب على فكره وبتاع، فتلاقيتهم ما عادوش شغالين وصفوا اللي عملوا تصفيات وبتاع وكده. حلو ده. الانوار هتجيبها منين؟ لو احنا بنتكلم على محافظه بورسعيد، عندك شارع 100
هناك بتبقى بنات الأسعار قليلة شوية، فاهمة؟ في المتوسط يعني. في أشكال تانية مثلا عندك محل اي كيو مول هوليود برضو عنده الأنوار، بيبقى حبل النور يا إما الرفيع أو الستارة زي ما انت شايفة اللي هي اللي على الأرجوحة كده، حلو ده. آم، ايه تاني؟ ده كده يعني لغاية حد لغاية كده بس. ده الأماكن. حاجة ايكيا دي برضو كان تقريبا محل ايكيو برضو. انا بقى اللي عايزه اسالكم، يعني انا عماله اقول لكم انا عايزه اسالكم بنات فين الاقي شموع طبيعيه، شمعه بتتولع عادي كده بالكبريت او بالمسدس بتاع النار، بس تكون شمعة حقيقية. أنا بقى لي فترة مش لاقية بنات المقاسات الكبيرة، عارفين الشمع اللي هو بيبقى حلو كده عريض، مش شمع رفيع، عريض وطويل شوية. أنا بقى لي فترة كبيرة جدا ما لقيتش، مش لاقية الشمع ده خالص خالص خالص. فلو حد فيكم مثلا كان في مكان ولقى الشموع دي، يا ريت يا ريت يا ريت بجد يقول لي إيه لقاها فين. الشكل بعد ما خلص ما شاء الله تحفة بجد، يعني فيها شياكة على فكرة، وادى وسع كبير جدا للريسبشن. شكل الفانوس في الجنب، وشكل الاباجوره الناحيه التانية بتاعت الريش جميله جدا. وعلى فكره كنت بفكر ان انا مثلا، طبعا خلوا بالكم لو تاخدوا بالكم لسه الاكسسوارز بتاعت رمضان ما طلعتهاش، ان شاء الله اطلعها عشان اوريكم منها ايه اللي تجيبوه ايه اللي ما تجيبوهوش مع التجربه، يعني اقصد من كده. لان كان في حاجه ستانلس وجايباها وكانت غاليه غاليه بشكل مش عارفه اقول ايه بقى، مش عارفه اقول بجد انا مصدومه. وكان في حاجات تانية جايباها ارخص بكتير، كان في حاجات رخيصه وما شاء الله لا قوه الا بالله قاعده موجوده معايا وما اشتكتش منها نهائي. فمش عارفه بقى، هي بتبقى على حسب درجه الستانلس اللي هم الطلاق بتاعها، او ان هم بيطلوا الجولد كده بحاجه معينه ما اعرفش. بس من حب المنظر انا انبسطت قوي. بتفرق يا بنات جامد في النفسيه، التغيير ده بيفرق في النفسيه جدا 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 جدا. يعني وقت للتاني انا حاسه ان انا دلوقتي حاسه ان انا زي ما اكون كسبت مليون جنيه. حاجات بسيطه ممكن الواحد يعملها بس فرقت معايا في نفسيتي، فرقت معايا في ان انا الشكل المعتاد على العين. عارفين ان هي حته الاعتياد اليومي، ان انت مثلا معتاده ان انت شايفه مثلا الكنبه دي مكانها هنا، لا ما اعرفش ايه الحاجه دي مكانها هنا، الاعتياد. وانتوا عارفين ان احنا اصلا النفس البشريه اصلا بتسأم وبتمل بسرعه يعني. قلت اجرب معاكم هنا الانوار، فتحت اللون الابيض علشان تشوفوها معايا في جميع الاضاءات. ده الابيض حلو، ده ابيض، وكمان في الورم اللي هو بتاع السبوتات. بس انتوا عارفين طبعي انا بحب حاجه هاديه، انا هديت خالص الدنيا دي خالص خالص خالص، يعني سبت بس اللي هي البيبي لايت اللي عند الارجوحه، وسبت بس الاباجوره فقط. حتى النور بتاع المطبخ شيلته كمان، هديت الدنيا خالص. والسبوتات دي كلها قفلتها خالص، وبقى اللون يعني رايق. واصلا انا من عشاق منظر الاباجوره على الكرسي، عارفه بيدي يعني لما نطفي الوقت كده خالص الاباجوره على الكرسي بيدي ضي كده فخم جدا، بيبقى حلو قوي. النهارده الحمد لله كان الجو لطيف ساعه ما انا بصور لكم، لكن يعني انا يعني بعدها بساعه كده لا حاسه ان فيه هوا اكتر. بجد المنظر ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك، انا مبسوطه بيه جدا جدا. يعني انا من جماله مش عايزه اشيله دلوقتي، بس ان شاء الله المستعان يعني من هنا لغايه لما ازهق شويه اعمل لكم لون تاني. نسيت اقول لكم ان كمان ممكن تضيفي الالوان الثابته، الالوان اللي فيها الفستقي والاخضر الملكي، وكل ده برضو ينفع في رمضان. هنتكلم مع بعض في الامور دي ان شاء الله ما نبقى نوصل لها في كل ديكور. انا مبسوطه جدا النهارده بالديكور قوي قوي، فرق نفسيتي 180 درجه. واثقه كمان انتوا كمان اتحمستوا او اخدتوا فكره او بداتوا ما اعرفش تتحركوا كده، حاسه ان انا الحماس واصلني منكم ان شاء الله. هستناكم تحت في التعليقات، هعرف بقى اذا كان الحاجه دي عجبتكم ولا لا. اللايك والتعليق كتير كتير، استيكرات كتير، شيروا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.